تعرف حتشبسوت؟ اعرفها. طب تعرف ماتت ازاي؟ لا صح، معرفش. تعالوا لما اقول لكم حتشبسوت ماتت ازاي. بس قبل ما احكي لكم، انا طالبه منكم تروحوا تجيبوا كوبايه شاي ام عود النعناع وتعالوا اسمعوا معايا القصه. لما فحصوا جثه حتشبسوت لقوا انها كانت مصابه بمرض جلدي في رقبتها. اكتشفوا كمان ان حتشبسوت كانت بتعاني من سرطان في اواخر حياتها، لما لقوا بؤر سرطانيه مترسبه في عظم الحوض عندها. نفهم من كده ان حتشبسوت ماتت موتة طبيعية، يعني مش مقتولة زي ما سمعنا. بس ايه السبب الاساسي ورا موتها؟ الاجابة هنا موجودة في ازازة العطر بتاعتها. الازازة دي موجودة من ضمن مقتنياتها اللي موجودة دلوقتي في المتحف المصري في جامعة بون الألمانية. بعد 2 من دراسة وفحص مومية حتشبسوت، لقى دكتور من فريق العمل اسمه هالموت ان الازازة ما كانش جواها اي عطر ولا حاجة. دي كانت بتحتوي على غسول بشرة، حاجة كده زي اللوشن اللي احنا بنستعمله. يعني كانت حتشبسوت بتستعمل لوشن او غسول بشرة؟ هقول لكم، حتشبسوت كانت بتستعمله زي دواء للأكزيما اللي كانت عندها. بالاضافة ان الازازة دي كانت اصلا بتحتوي على مادة سرطانية عالية. يعني انت عايز تقولي ان حتشبسوت ماتت بالدواء بتاعها؟ طيب علشان اقنعكم اكتر هقول لكم ان في دكتور من فريق العمل اسمه هوفلر حلف 100 يمين بعظيم انه يفحص الاوعية الرقبية للملكة حتشبسوت بالاشعة المقطعية، يعني بعد ما ماتت اصلا. وبالفعل لقى ان الاوعية الرقبية مسدودة، فقال لك ان ده سببه مادة طينية اتدهنت على الجلد بغرض حفظ الجثة. بس لما عرضوا عليه ازازة الغسول دي اللي لقاها ان هي بتحتوي على نفس المادة اللي كانت موجودة على الاوعية الرقبية لحتشبسوت. فميلر هنا فحص الازازة نفسها بقى، واكتشف ان المادة اللي جواها كانت مادة زيتية، وبتحاليل العينة لقى انها بتحتوي على كميات كبيرة من زيت النخيل وزيت جوزة الطيب. وساعتها قال انا ما اعتقدش ان في حد يكون حط كمية الزيت الكبيرة دي على وشه، وده كان هيصبح وشه دهني جدا اكتر من طبق اللحمة. باقي فريق العمل اكتشف ان في مادتين اتضافوا في الخلطة دي، كانت حمضية دسمة تم استخدامها في تخفيف الآلام، يعني زي مسكن كده لأمراض الجلد اللي كانت موجودة في عيلة حتشبسوت بالوراثة. عايزة أقول لكم كمان إن ريحة المادة اللي كانت موجودة في الإزازة ما كانتش حلوة خالص، يعني كانت بتستخدمها لمجرد تخفيف الآلام أو الهرش اللي كان بيجيلها على جلدها. لقوا كمان ان المادة دي بتحتوي على كريسوت، ودي مادة بتستخدم لمعالجة الامراض المزمنة لحد دلوقتي، ومعروف كمان ان فيها تأثيرات مسرطنة، واللي اتمنعت من مستحضرات التجميل، واي دواء حاليا بيكتشفوا فيه المادة دي بيمنعوه على طول. ولو مش مصدق كلامي تقدر تعمل عنه بحث. طب ممكن اقنعك بطريقة كيميائية شوية. اللي لقوه في إزازة حتشبسوت هي مادة بنزو ألفابرين، وده مركب هيدروكربون عطري شديد الخطورة. وأي حد دارس صيدلة أو طب عارف الكلام ده كويس، إن المركب ده بيتكون من حلقات كربونية وليه تأثيراته المسرطنة. على سبيل المثال كل المدخنين اللي اتصابوا بسرطان الرئة كان بسبب المركب بنزو ألفابرين. حتشبسوت ما كانتش تقصد تموت نفسها بالمادة المسكنة المسرطنة، ولكن لما لقت فيها انها بتسكن الآلام اتعودت عليها، فكانت سبب في نهاية حياتها. وده مقال للدكتور باسم أبو زيد.